حكاية فيلمنا بتبدأ مع أسرة بسيطة بتروح لمرشدة دينية عشان بيحاولوا ينقذوا طفلهم من روح شريرة بتطارده. الروح دي اسمها لاميا. وبتبدأ المرشدة تعمل التعويذ بتاعتها، لكن الروح الشريرة بتحضر أثناء التعويذ وبتبتدي إنها تسحب الطفل وبتوقعه، وكمان بتطلع من تحت الأرض وبتبتدي إنها تسحب الطفل ده للجحيم. كل ده قدام المرشدة الدينية اللي بتتوعد لاميا إنها هتقابلها تاني. وعلى طول بنروح لكريس اللي بتشتغل في بنك ويتشر الدولي، وكمان بتشتغل في مجال القروض، وعندها فرصة إنها تترقى لوظيفة المدير المساعد. ومديرها بينصحها، لان الفرصة دي هي وستو بيتنافسوا عليها، بينصحها انها لازم تاخد قرارات حاسمة. وبعدها بتدخل على كريس عميلة كبيرة في السن اسمها جانوش، وبتطلب منها انها تمد فترة القرض بتاعتها اللي خدتها عشان خاطر بيتها. لكن هنا على طول كريس بتفكر انها لازم تاخد قرارات حاسمة زي ما مديرها قال لها، وعلى طول هترجع لجانوش وهتقرر من نفسها انها ترفض مد فترة السداد. جانوش بتتضايق وبتلم الاوراق بتاعتها وبتحاول انها تستعطف كريس، وكمان بتنزل على الارض وبتحاول انها تبوس رجليها عشان تبعدها كريس. وبتبتدي جانوش انها تهجم عليها، بتطلب من الامن انهم يخرجوها بره وبتحاول انها تعتذر لها. لكن جانوش بعد ما خرجت من البنك فضلت واقفه قدامه وبتبص على كريس، لكن مديرها بيطمنها وبيشكرها انها قدرت تاخد قرار حاسم، وبيقولها ان هي الاقرب للوظيفه الجديده. وبعدها كريس في نهاية اليوم بتروح الجراج عشان تركب العربية بتاعتها وتروح. لاحظت ان في منديل غريب بيطير في الهواء حواليها، واتفاجئت ان جانوش موجودة معاها في العربية وبتحاول انها تهجم عليها مرة تانية. قدرت بصعوبة انها تحرك العربية عشان تخبط في اي حاجة قدامها، وجانوش قدرت انها تبعدها عنها وخرجتها بره العربية. لكن جانوش كسرت الازاز وخرجت كريس، وخدت زرار من البلطو بتاعها وعملت عليه لعنة روح شريرة اسمها لاميا، وقالت لها قدامك 3 ايام بس والروح دي هتيجي عشان ترجع لك وتاخدك. هنا كريس بتفوق من الصدمة اللي كانت فيها، لقت الشرطة وصديقها موجود معاها وبتحكي لهم على اللي حصل. وهي ماشية مع صديقها ابتدت تحس بحاجات غريبة في الهواء حواليها، فقررت انها لازم تدخل تقرا الكهف عند مرشد دين اسمه رام جاس. صديقها مش هيبقى مقتنع لكن هيوافق عشان بيحبها. وبيدخل عليهم المرشد الديني وبيقول لهم ان هو بياخد $60 مقابل قرايه الكهف، وبتطلب منه كريس ان هو يقرا الكهف بتاعها، وبيدخلوا الغرفه مخصصه ان هو يقدر يشتغل فيها. وابتدى يقول لها بعد ما مسك ايديها انها بتشتغل في مجال الاموال، وفي حاجه ضاعت منها في الفتره اللي فاتت، وقال لها ان الحاجه دي هي زرار البلطو بتاعك. وابتدى يركز في عينيها وابتدى ان هو يركز اكتر، ولكن في النهايه شاف روح شريره ملعونه، وقال لها ان الوقت اتاخر ورجع لهم الفلوس، ورفض ان هو يكمل قرايه. وقال لها ان انت زرت المقابر في الفتره اللي فاتت او في حد عمل عليك لعنه شريره. بيوصلها صديقها للبيت وبتقابل القطه بتاعتها وبتسهر عشان تكمل شغلها. وفجاه ابتدت تحس بحاجات غريبه بتحصل حواليها، وابتدت تشوف ان في ظل بيتحرك في البيت كله، وان في هوا شديد دخل جوه البيت، وكل ادوات المطبخ بترقص قدامها ومش قادره انها تستحمل الصوت. وشافت الظل ده بيحاول ان هو يهجم عليها، وابتدت انها تخاف جدا وكلمت صديقها اللي جالها في اسرع وقت، وبتطلب منه ان هو يبات عندها عشان خايفه. وبتصحى من النوم واتفاجئت ان جانوش موجوده جنبها على السرير وبتهجم عليها، لكنها كانت بتحلم. وتاني يوم بيوصلها صديقها للبنك وقعدت مع ستو، واللي ابتدت تشوف ان ايديه ايد جانوش وابتدت تتعصب عليه، وكمان بقت بتنزف دم من كل مكان وغرقت مدير البنك واللي بتهرب بسرعه من قدامهم كلهم. لكن ستو خد الملف بتاعها وراحت عشان تزور بيت جانوش، وابتدت تقابل حفيدتها واللي قالت لها انها كانت متوقعه انها هتيجي لان جدتها مش عايزه تسامحها. ودخلت البيت وشافت صورتها ولقيتها انها بتحتضر وبتموت. لكن هنا جانوش حاولت انها تعتدي عليها مره تانية وتهجم عليها وخدت قطعه من شعرها، لكن في النهايه قدروا انهم يبعدوها. وراحت لرام واللي اداها كتاب وقال لها في حل، ان انت ممكن تضحي بحاجة عزيزة عليكي عشان خاطر تقدميها كقربان للروح دي. وابتدت تحس ان الروح موجودة حواليها مرة تانية، والظل برضو موجود معاها في البيت وبتكلم صديقها لكن مش بيرد، وبتطلع لها الروح من الموبايل بتاعتها. وحاولت كمان الروح انها تعذبها في كل مكان في البيت. قررت انها تضحي بالقطه بتاعتها وقدرت انها تقتلها بعد عذاب، ودفنتها كمان في الجنينه بتاعتها. بيوصل صديقها هنا وبتحكي له على اللي حصل وانها راحت لرام. صديقها مش مقتنع بكل اللي بيحصل وقرر ان هو ياخدها ويعرفها على اهله. بتلبس احسن فستان عندها وبتروح انها تقابل اسرته. وفي النهايه مامته قعدت تتكلم معاها وعزمتها على الاكل، وهي قاعده معاهم على الاكل حست ان لاميا موجوده، وكمان في قطعه الكيك بتاعتها شافت عين بتراقبها. وبتحاول هنا كريس انها تسيطر على نفسها لكن بتسمع اصوات غريبه، ولكنها بتتعصب جدا وقالت لهم انها لازم تمشي في النهايه.
وبتروح لرام مرة تانية وقالت له ان قتل القطة ما فاتش خالص. رام هنا بيقول لها انه يعرف حد عارف لاميا لكن هتاخد 10,000 دولار. بتحاول تطلب قرض من مدير البنك لكن بيرفض، وبتقرر انها تبيع كل الحاجات اللي عندها في البيت، لكن شافت جانوش بتهجم عليها مرة تانية وطلعت انها بيتهيأ لها. بعد ما في النهاية باعته لقت ان المبلغ اللي باقي لسه كتير جدا. بيوصل صديقها وبيقرر ان هو يساعدها عشان بيحبها وهيكمل لها باقي المبلغ. وبعدها بيروحوا الاتنين عشان يزوروا مكان المرشدة الدينية واللي اسمها شون، واللي قابلت قبل كده لاميا، وبتحكي لهم انها حاولت تتحداها لكن لاميا قدرت انها تسحب طفل منها للجحيم قبل كده. وبيدخلوا الأوضة مخصصة لتحضير الأرواح وبيقعدوا هما الأربعة وبيجيبوا حيوان عشان يستخدموه وينقلوا ليه روح لاميا. وبتبتدي المرشدة الدينية شون تقول لهم ان احنا الأربعة هنقرا مع بعض تعويذ عشان نحضر لوح لاميا. وبيبتدوا الأربعة فعلا ان هم يقروا التعويذ، المرشدة الدينية والخادم بتاعها وكمان رام وكريس. وفعلا بتحضر ارواح في المكان، لكن شون بتقول لهم ان دي مش لاميا وبتقدر انها تبعد الارواح دي كلها عن المكان. وبتلاحظ هنا كريس ان لاميا موجوده في المكان واللي انها بتقدر انها تتعرف عليها والاصوات مش قادرين يستحملوهم. وفعلا بتدخل لاميا في شون وبتسكن جسدها، وبتبتدي شون تقول لهم ان هي عايزه كريس وعايزه تقتلها وتاخدها معاها للجحيم. بيحاول رام ان هو يستعطفها، لكن هنا بيبتدوا ان هم ينفذوا خطتهم وبتحط ايديها على الحيوان وبتنتقل الروح للحيوان. وبيحاول الخادم ان هو يقتلها لكن الحيوان بيعضه وبتنتقل ليه روح لاميا. وبيبتدي ان هو يعمل حاجات كتيره جدا لان روحه ضعيفه وبتسيطر عليه وبتسيطر على المكان وبيضرب رام. وكمان بيحاول ان هو يجيب كريس ناحيته وقال لها انه مش عايز قطتها وبيديها القطه وقال لها ان هو عايزها هي وهياخدها معاه للجحيم. لكن هنا كانت فاقت شون وبتبتدي انها تسيطر عليه مره تانية وتطلع روح لاميا منه. لكن الروح الشريرة كانت قوية جدا وده بسببه شون بتموت. وبعدها بيطلبوا الإسعاف وبينقلوها ليه وعرفوا إنها خلاص توفت. ورام طلب من كريس آخر حاجة تعملها إنها تهدي الزرار لأي حد، لأن لاميا لازم توصل لصاحب الزرار وده الحل الوحيد اللي فاضل لهم. وبياخدها صديقها وبتنزل من العربية، لكن اتفاجئت إن الزرار مش موجود في الظرف، لكنها بتلاقيه في النهاية. وبعد ما نزلت بتدخل مطعم عشان تفكر فيه وبتقرر هتختار مين إنها تهديله الزرار. ليميتس 2 صاحبها في البنك وقالت له ان هو لازم ياخد الهديه دي، لكن بعد ما قعد حكى لها عن مشاكله بيصعب عليها وقررت ان هو لازم يمشي ومش هتديله الهديه. وفي النهايه بيمشي وراحت لرام وقالت له هل ينفع ان انا اهدي الهديه لحد ميت؟ وقال لها اه طبعا. وهي في الطريق اتفاجئت ان نفس المنديل بيحاول ان هو يقتلها ويدخل جواها وقدرت تخرجه في اخر لحظة وبعدته عنها. وراحت القبور وفتحت المقبرة بتاعت جانوش وابتدت انها تخرجها وتستخدم الزرار عشان تهدهولها عشان روح لاميا تطارد جانوش حتى في قبرها. وحاولت ان هو تدخل الزرار جواها، لكن جانوش كانت قوية جدا والشعوذة بتاعتها لا زالت موجودة معاها والامطار كانت شديدة جدا. وبعد ما دخلت لها الزرار اتفاجئت انها مش قادرة تخرج من القبر وبيقع عليها الصليب اللي موجود وبيغمى عليها. وفي النهاية قدرت انها تفوق وتخرج تاني من القبر بأعجوبة، وقدرت انها في النهاية تروح بيتها وبتاخد الشاور بتاعها وبتقرر انها هتسافر مع صديقها. وهي في محطة القطر دخلت شافت معطف جديد عجبها فقررت انها تشتريه بدل القديم اللي اتقطع منه الزرار. وصديقها مستنيها على المحطة، وفي النهاية بعد ما شافها قال لها ان المعطف جميل عليها وهو جايب لها حاجة كانت ناسياها. وطلع الزرار بتاعها وعلى طول هنا بتنهار كريس من اللي شافته وبترجع من على الرصيف وبتقع وبتشوف القطر بيقرب عليها وبيحاول صديقها انه يخرجها، لكن في النهاية بتيجي لاميا من الجحيم وبتقدر انها تاخدها لتحت الارض قدام عينين صديقها. ودي تبقى نهاية حكايتنا. ولو عجبتك الحكاية ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وسلام.